يا ترى انهي الاحسن، العطور الجاهزه ولا عطور التركيب؟ وهل اصلا في فرق بينهم ولا الاتنين واحد؟ تعالوا نشوف. ازيكم، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نعرف انهي الاحسن، عطور التركيب ولا العطور الجاهزه، لازم نعرف شويه حاجات كده. هو ايه الفرق بينهم اصلا؟ المفروض ان الاتنين بيقوموا بنفس الوظيفه، فانا مش هتفرق معايا بقى احط تركيب ولا احط العطور الجاهزه، ولكن اتضح ان في فرق كبير بينهم. اولا، مكونات العطور تقريبا بتبقى واحده سواء كانت تركيب او اوريجينال. المكونات الاساسيه لاي ازازه برفيوم هي الزيت بتاع العطر نفسه اللي هو الماده الخام، وده غالبا بيبقى معمول من مواد طبيعيه زي الفل والياسمين والورد، وفي روائح بتبقى من الخشب وفي روائح بتبقى من الجلد، عشان كده في اذواق كتير واختلاف كبير جدا في الموضوع ده. كمان بيبقى فيه روائح فاكهه زي الخوخ والليمون، ومش معطر، بتبقى برفيوم وماركات معروفه. طب دلوقتي احنا عرفنا الحاجه المشتركه بينهم، ان المواد تقريبا واحده، الزيت نفسه اللي هو الخام وكحول ومثبت وشويه حاجات تانية كده، بيبقى ساعات بيحطوا لون والحاجات اللي هي بتزين شكل الازازه نفسها. لكن الفرق بينهم بقى واللي بيدي للاوريجينال افضليه عن التركيب هو انواع المواد ذات نفسها. يعني مثلا بتاع التركيب ده بيستخدم كحول ايه، والمصنع بيستخدم كحول ايه، زائد ان المصنع بيعمل عمليه كده اسمها عمليه تعتيق، ممكن يكون اللي بيركب البرفيوم اصلا ما يعرفهاش او ما بيعملهاش لانها بتاخد وقت. في كحول اسمه الايزوبروبالين، ده بيحتاج تعتيق لمده سنه، فطبعا اللي بيركب البرفيوم ما عندوش الصلاحيه دي، هو عايز يبيع على طول، فبيستخدم كحول تاني اسمه الايثانول. وساعات في ناس ما بتستخدموش للاسف، وبتستخدم النوع الاوحش منه والارض، الكحول الميثيلي. الكحول الميثيلي ده بيبقى مضر جدا للجلد، واصلا ريحته ذات نفسها بتبقى نفاذه قوي، وساعات في ناس بتعرفه من ريحته. وتاخد بالك بقى لان هو غالبا اليومين دول هتلاقي معظم اللي بيركبوا بيستخدموه لان هو رخيص، وطبعا هما هيكونوا بيستخدموه وبيبيعوا ازازه البرفيوم بنفس الثمن، وطبعا كلنا عارفين ليه. طبعا انا مش بقول لك ما تركبش، لان اللي قدامك ده ما بيستخدمش غير تركيب اصلا، وهتعرف ليه كمان شويه. ازازه البرفيوم الاوريجينال دي ممكن تعمل 1000 و1000 ونص وارقام اكبر من كده بكتير، فاللي زينا او في فئه من الشعب مش هتقدر على ثمنها، فبالتالي بنتجه للتركيب. ده مش معناه ان التركيب وحش. وبالمختصر المفيد، فرق بين التركيب والاوريجينال ان الاوريجينال غالبا بيبقى الزيت بتاعه من مواد طبيعيه، ولكن التركيب بيتحط عليه مواد مصنعه، واتفقنا ان ده مش معناه ان التركيب وحش. الفرق الثاني هو نوع الكحول نفسه. في كحول الايثانول، وده اللي منتشر حتى في المصانع، ساعات بيستخدموا كحول الايثانول ده، لان مش كل المصانع عندها الصلاحيه ان هم يعتقوا الكحول لمده سنه، فيستخدموا الايزوبروبالين مع انه امن حاجه، ولكن هو قريب في السعر من الايثانول. فهي الفكره مش فكره سعر، الفكره في الانتاج. واتفقنا ان ارض حاجه هي الميثيلي وتحاول تبعد عنها. نيجي بقى لازازه البرفيوم الاوريجينال دي، هل كلهم واحد؟ وازاي اصلا بلاقي ان في اسعار متفاوته جدا؟ ايه الفكره في التفاوت ده؟ دلوقتي انا هحط قدامك صوره، خدها سكرين شوت واعرفك هي بتقول ايه. الصورة دي بتوضح لك التركيز المختلف بالنسبة للزيت نفسه اللي هو المادة الخام الأساسية اللي اتفقنا عليها. ازازة البرفيوم الغالية جدا دي التركيز بتاعها بيبقى عالي، بيبقى تقريبا بيوصل ل 30%، وده اللي هو اسمه برفيوم. في نوع تاني بيبقى التركيز اقل شوية، بيوصل ل 20%، وهو الاودو برفيوم. السبب بتاعه طبعا بيبقى اقل شوية من البرفيوم الطبيعي او البرفيوم برفيوم. في النوع الثالث اللي هو الاودو تواليت، وده النسبه بتاعته بتوصل ل 10%، وطبعا الثبات بتاعه بيبقى اقل شويه. وفي الاودو كولون النسبه بتاعته بتوصل ل 7 او 8%، النسبه اقل فالثبات اقل. واخر نوع ده اللي هو الاودو فريش، وده تقريبا انت بتروح تشتري ازازه كحول، مفيش ثبات، يعني بالكتير بتقعد معاك ساعه، فبالتالي ده بيدي الافضليه للتركيب لو انت الفئه السعريه بتاعتك او البادجت بتاعك ما تعديش ال 300 جنيه او ال 400 جنيه. وده مش عيب يا جماعه، هو على قد الحافك مد رجليك، فانت بتجيب على حسب اللي معاك. انت مش مطلوب منك انك تروح تجيب الحاجه الاوريجينال. وعشان نبقى جاوبنا على السؤال اللي احنا اصلا عاملين الفيديو عشانه، انهي الاحسن، الاوريجينال ولا التركيب، فهو بصراحه الاوريجينال احسن، ولكن ده مش معناه ان انا مطلوب مني ان انا اجيب الاوريجينال وانا مش معايا ثمنه. فبالنسبه لي الاحلى التركيب، لان هو ده اللي اقدر عليه. واخر حاجه حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، واستنوا فيديو كل يوم 4 ان شاء الله، ويا ريت تشوف الفيديو اللي هيظهر لك في الاي دي او هنا او هنا، مش فاكر الصراحه. وفي النهايه حابب اقول لك نصيحه غاليه جدا، اذا كنت بدات في حاجه زمان وما كملتهاش تقدر تكملها دلوقتي. صدقني ممكن الحاجه دي تنجح. ياما بنبدا حاجات وما بنكملهاش. فكر كده في حاجه انت كنت بداتها بطاقه عاليه جدا، وفي الاخر لقيت نفسك وقفت وما كملتش. دلوقتي عندك فرصه، انت بدات سنه جديده، ممكن تشوف الحاجه دي وتكملها. وانا ماسك الاجنده مش عشان اي حاجه، عشان اقول لك انك يستحسن تكون كاتب كل حاجه، عشان لما تحن كده للذكريات وتبص تشوف انت كام حاجه فكرت فيها وما عملتهاش وتقدر تعملها بعدين. يعني دي ميزه الكتابه، احسن ما تنسى يعني. وطبعا عشان انا اصلا كاتب الحلقه في النوتة. بس كده، شكرا جدا، سلام.